لو ابنك او بنتك اتخطفوا اوعى تزعل او اوعي تزعلي. قبل ما اقول لك ايه الموضوع، يا صباح الفل او يا مساء الفل حسب ما تشوف الفيديو. امبارح كنت قاعد في حديقه كده، انا وواحد صاحبي ولاده بيلعبوا في الحديقه. في الحديقه دي حنفيه ميه، تحتها بيبقى فيه تراب ورمله والاطفال بيلعبوا في الطينه والكلام ده بالميه. فلقيت طفل لا يتعدى عمره الثلاث سنين او السنتين ونص، 3 سنين ماكسيمم يعني. الولد قاعد يلعب وبعد كده عايز يشرب، فحط راسه زي الكلب كده ربنا يعزكم في قلب الميه اللي فيها الطينه وقعد يشرب. انا زعقت له، قلت له لا الميه دي ممكن تتعبك. خدته اول اقسم بالله ما اديته ايدي مشي معايا. قعدت اسال الف في الحديقه، اسال فين والده ووالدته، محدش عارف. لغايه اما وصلت لاخر الحديقه لقيت والدته والست الفاضله قاعده مع ستات تانيين بره الحديقه خالص بشويه، وقاعدين بيرغوا. هم من دوله عربيه يعني، قاعدين بيرغوا وسايبين الوالد ملهاش اي دعوه لا بيعمل ايه. قاعد بيلعب في الحديقه لاخر الحديقه، وانا خدته ومشيت وعمال ادور وهي فين وفين لما انتبهت. والله يا جماعه الموضوع ده خطر. الحديقه دي كان فيها كذا باب، يعني كان اي حد ممكن يخطفه وياخده ويمشي وهي مش هتدري. هتيجي بعد كده تقعد تصوت تقول الواد اتخطف بعد بقى ما يكون خلاص اللي حصل حصل. يا جماعه خلي بالكم، لو انت خارج مع ابنك او بنتك، وانت لو خارجه مع ابنك او بنتك، خلي بالكم منهم. امسكيه في ايدك كويس، بص عليه، تابعيه، ما تسيبهوش كده وتتلهي في اي حاجه، عشان الموضوع ده ممكن يحصل. بس انا مش بتكلم في اوروبا، انا بتكلم في اي مكان، في اي دوله عربيه، في اي مكان في العالم. لو انت خارج بابنك او بنتك خلي بالك عليهم. وانت يا ست الكل برضو لو خارجه مش لازم تقعدي ترغي مع صحباتك، ركزي مع ابنك وبنتك عشان لو حصلت المشكله ما تلوميش غير نفسك. ربنا رب يسترها على الجميع. السلام عليكم. سلام.